الموظفين الإداريين يعطيكم العافية كله على البيت. تخيل تكون قاعد بمكتبك وعم تشرب فنجان هالقهوة تحت المكيف وعم تشتغل شغلك الإداري المعتاد يلي هو نسخ ملفات، إرسال إيميل وجداول إكسل. تجيك الإدارة بتقلك يعطيك العافية جبنا حدا بدالك. روق خاي، قبل ما تنط ما تحط ليش فصلوك لازم تعرف إيش مواصفات الموظف الجديد اللي أخذ مكانك. موظف بيشتغل أي شغلة مطلوبة منه بدقائق وبيعرف يشتغل على كل الأجهزة والبرامج وما بيطلب لا عطلة ولا بريك ولا بيتأخر وما بيطلب زيادة راتب، والأهم إنه ما بيقول لا تعبان ولا مالي خلق. هيك صار مع 30,000 موظف بشركة أمازون خلال ال3 شهور الأخيرة. تم تسريحهم على دفعتين بعد ما شافت الإدارة إنه ممكن تستغني عنهم وتجيب بدالهم أدوات ذكاء اصطناعي. هال 30,000 موظف بيشكلوا 4% من القوى العاملة بهي الشركة اللي عندها أكثر من 1.5 مليون موظف وعامل. أمازون وغيرها من الشركات العالمية اللي بلشت تسرح موظفينها وتجيب بدالهم AI بررت إنه هذا الشيء بهدف تقليل البيروقراطية مشان تحسين جودة الأداء وتعزيز الكفاءة، والأهم لتوفير المصروف. هلا منطقي هيك شركات كبرى تكون عم تستغل أدوات الذكاء الاصطناعي، بس يا ترى ايش بده يصير بهالموظفين وشلون بده يلاقوا مكان لهم بهذا العالم الرقمي الجديد؟ أكيد الإنجاز فيها سريع بس بارد ودقيق بس بلا روح. إنه كيف بده يكون سير العمل بدون نقاش واختلاف وأخطاء وتصحيح وضحك وزعل؟ معقول بكرة الشركات كلها تعتمد على الذكاء الاصطناعي وكل الشغل يكون تمام والردود سريعة والإيميلات محترمة وما في نسيت ابعت هذا الإيميل أو ما كنت بعرف إنه هذا الملف هو النهائي طلع فيه ملف نهائي النهائي؟ كيف بدها تكون الاجتماعات ما في حدا يعترض وما في حدا يتأخر وما في حدا يقول خلونا نفكر برا الصندوق؟ والمدير بالذكاء الاصطناعي شلون بده يتعامل معك بدون ما يعترض ويعصب ويفكر حاله أفهم حدا؟ إنه معقول يجيك منه إشعار أدائك أقل من المتوقع هيك بدون بهدلة وبدون ذرة إحساس؟ طيب وعلاقات الشغل والتحالفات والنميمة وشلة المدير كل هذا بده يختفي؟ ما في شك إنه الذكاء الاصطناعي بده يرفع من سوية هي الشركات، بس الأكيد إنه هالشركات بحاجة لمين يفهم البشر ويحاول يهدي المشاكل ويوصل الشغلات اللي ما بدها شرح بس بدها إحساس، وهذا الشيء اللي مستحيل الذكاء الاصطناعي يعمله.